السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة الشارع الألماني مع محمود التلباني. النهاردة الدرس الثالث عندنا هنتكلم فيه عن دي بيرسونال برونومن اللي هي الضمائر الشخصية. هو درس بسيط جدا جدا جدا، ولكن أنا حابب أشارككم الأول قبل ما نبدأ الدرس مع بعضينا البلان بتاعتنا إن شاء الله في كورس ال A1. طيب البلان بتاعتنا إن أنا إن شاء الله عايز أركز على الفورتشاتس اللي هي الحصيلة اللغوية مع الهيرن السمع أو الاستماع وسبريشن، فده هيتوقف عليك إنك تتكلم جيرمان كتير جدا، تكلم نفسك، تنزل تكلم حد في معهد أو تترجم الحاجات اللي حواليك. دي كلها طرق من طرق المحادثة. وآخر حاجة الشرايبن اللي هي الكتابة. إن شاء الله كل ده هنتعلمه مع بعض وهنمشيها مع بعض خطوة خطوة. هعلمكم البيزكس الأول، إنك إزاي أنت داخل على لغة جديدة ما تبقاش صعبة عليك. أنا واجهت حاجات صعوبات كتير جدا وأنا لسه بتعلم، ما بقتش عارف أبتدي منين، أعمل إيه، طب إيه الصح، لدرجة إن أنا كنت يعني شبه خلصت حوالي 3 سنين ثانوية وأولى في كلية وأنا ما بعرفش أتكلم. فبعد كده الحمد لله اتعلمت إزاي أتكلم، إزاي أكسر حاجز الخوف اللي عندي، إيه هي القواعد إن أنا أبني بيها لغة قوية علشان أقدر أتكلم مع الأجانب، والحمد لله وصلت للمستوى اللي يرضيني. طيب في البداية أنا حابب أشارككم القاعدة لتعلم أي لغة، القاعدة الذهبية لتعلم أي لغة وبالأخص الألمانية. زي ما قلت لكم عندنا هنا hören اللي هو الاستماع. أنت لازم تسمع. طب ليه لازم تسمع؟ عشان تتعلم الألمان أهل اللغة بينطقوا الكلام إزاي، وتبتدي تتعلم منهم طريقة النطق الصح. يعني أنا بسمع عشان أتعلم طريقة النطق الصح وبعد كده أرجع أكررها. ده رقم واحد. طب رقم اتنين الإكسبريشن. أنا سمعت هبتدي أتكلم. أنا سمعته مثلا بيقول ich hab kein Bock مثلا، فأنا بحثت عرفت الكلمة دي يعني ايه وبيقولها امتى، فخلاص اتحفظت عندي في ذاكرتي. لما بيجي موقف زي كده بقوم قايلها تلقائي. يبقى انا بسمع عشان اتكلم. طيب تالت قاعدة عندنا الشرايبن. الشرايبن محتاجة الفورتشاتس اللي هي الحصيلة اللغوية، يعني لازم أن يكون عندك حصيلة لغوية كويسة. طبعا اللغة بحر واسع. جميل. فانت اللي بتحدد مجال انك هتتكلم فيه، في مثلا في مصطلحات عن التكنولوجي، في مصطلحات عن الفيزياء، عن الكيميك، عن كل حاجة، فكل حاجة ليها مصطلحاتها، فانت هتشتغل ايه. فلازما دايما تحط نفسك في المجال اللي هتشتغل فيه، تعرف المصطلحات اللي انت هتحتاجها. جميل. طيب الشرايب قلنا دوت محتاج الفوتشاتس، والفوتشاتس هو عامل زي الطوب. جميل. لو عندك طوب كتير هتعرف تبني بيت كويس، ولكن عشان تبني البيت أو عشان ترص الطوب لازما تحتاج أسمنت عشان يبقى الطوب قوي وصلب. الأسمنت عندنا هو الجراماتيك، الجرامر. جميل. فهنتعلم برضو مع بعضنا الجرامر، ازاي تبني جملة، ازاي تصرف كل حاجة في مكانها في موضعها. كل ده إن شاء الله هنتعلمه مع بعض، والأربع خطوات دولت لو تمتهم هتحصل في الآخر على الشبراخة، يعني اللغة اللي انت عايز تتعلمها. فدي كانت القاعدة بتاعتنا، قاعدة أي لغة عايز تتعلمها في حياتك. لازم تسمع عشان تتعلم طريقة النطق. جميل. بعد ما تتعلم طريقة النطق تعرف تتكلم. طب عايز تكتب عشان تبقى بروفيشنال في اللغة، محتاج كلمات كتير في المجال اللي انت محتاجه. طيب عشان تعرف ترص الكلمات ديت مع بعض بطريقة صح الناس تفهمك، لازما محتاج جراماتيك اللي هو الجرامر. تمام. وزي ما قلت لكم ان شاء الله انا
همارس معاكم الأربع حاجات دولت، أو بالأخص التلاتة دولت. والإكسبريشن أنت تحاول في ابلكيشنز كتير تعرف تتكلم من عليها، تعمل اد لألمان على الفيسبوك وتفضل تتكلم معاهم، بالذات الأولديز اللي هو الناس العواجيز بيحبوا الكلام كتير جدا. فكل دوت مهم جدا لأي لغة، ودي الحاجات اللي أنا ابتديت أطبقها والحمد لله جابت معايا نتيجة. طيب عشان ما أطولش عليكم خلينا نبدأ درس حلقتنا النهاردة، وهو الضمائر الشخصية دي Personalpronomen. الضمائر الشخصية بتنقسم لشقين، وهو singular plural. singular اللي هو المفرد، plural اللي هو الجمع. جميل. طيب السنجولار بيتكون من إيش اللي هو أنا. إيش لازم أن تطلع الهوا كده، كانوا بيعلمونا إن إحنا نحط قلم تحت لساننا وننطقها إيش، لازم تطلع صوت الصفارة البسيط دوت إيش. جميل. وفي ناس بتنطقها إك وإخ، أنا قابلتهم كتير، لكن الهوخ دايتش بيقولوا إيش. إيش يعني أنا. إيش إيش. كرر وراي. طيب. تاني ضمير عندنا هو دو يعني أنت. دو يعني أنت. دو. هي هو للمذكر. هي هو للمذكر. هي. زي هي للمؤنث. زي هي للمؤنث. زي. طيب. آخر ضمير عندنا هو اس، هو أو هي للمحايد. اس مثلا لو بتتكلم عن الكتاب احنا قلنا ان الكتاب أداته داس اللي هو حاجة محايد، لا هو مذكر ولا مؤنث. وده ما بينطبقش على نوع الحاجة، يعني ما تمشيش بيها زي العربي هو عاقل وغير عاقل، لا. تمام. فانت في الألماني بتحفظ الأداة، الكلمة بأداتها. فقلنا مثلا مثال كتاب بوخ أداته داس، فلما تكون عايز تتكلم عليه بتقول ضمير اس اللي هو ضمير الغاية. تمام. طيب الجمع عندنا wir نحن. wir نحن. wir نحن. ihr أنتم أو أنتم. ihr sie هم. sie هم. sie هم. يعني عندنا زي لهي، وزي هي لهم. وعندنا زي لما بتتكتب كروس اللي هي كابيتال، الاس هنا هو كابيتال، بتبقى صيغة الاحترام. لو بيتكلم شخص بتقول له ايه زي، ما بتقولوش دو، بتقول له زي. صيغة الاحترام بيتكلم دكتور، بيتكلم مدرسك، بيتكلم راجل كبير، الألمان عندهم زي اللي هي صيغة الاحترام. طيب نعمل مراجعة سريعة. ايه زينكلا إيش دو er sie es. البلورال اللي هي الجمع wir نحن. ihr أنتم أو أنتم. sie هم. sie groß اللي هي حضرتك أو حضراتكم بصيغة الاحترام. وبكده نكون خلصنا الدرس الثالث بتاعنا النهاردة. أتمنى تكون الحلقة عجبتكم إن شاء الله. بسم الله.